بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبنات طلاب الصف الثاني الإعدادي، النهارده بناخد أول درس في الخلفاء الراشدين. قبل ما ناخد أول درس بنعرف هم ليه خلفاء، لأنهم جم خلف الرسول عليه الصلاة والسلام. ليه راشدين؟ لأنهم مشوا على منهج الرسول وطريقته في الحكم والحياة. الخلفاء الراشدين هما أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. أبو بكر الصديق ما اسموش أبو بكر الصديق، سميناه الصديق. فاكر يوم ايه؟ يوم الاسراء والمعراج لما صدق كلام الرسول، ان كان قال فقد صدق. هو اسمه الحقيقي عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي، وولد بعد عام الفيل بسنتين وست شهور، عشان كده هيموت بعد الرسول عليه السلام بسنتين وست شهور. اسباب اختياره، ليه المسلمين اختاروه هو بالذات، ما اختاروش حد تاني مع ان الصحابه كتير جدا؟ الرسول كان معاه يجي 100,000 صحابي في حجه الوداع. قال لك لأنه أكبر الصحابة سنا، وهو أبو السيدة عائشة والسيدة أسماء وعبد الله بن أبي بكر، وأسبقيته في الإسلام، فهو أول من أسلم من الرجال، وجاهد بنفسه وماله وأولاده. ففي يوم الرسول طلب إن حد يتبرع، وقال الناس تتبرع عشان في جيش طالع في سبيل الله، فجاب كل فلوسه. تخيل كده، واحد جاب كل ما يملك، كل فلوسه، وقال له يا رسول الله دي كل فلوسي. يا رسول قال له ماذا تركت لأهلك؟ قال له تركت لهم الله ورسوله. أنا عايزك تتخيل كده إن أبوك خد الفلوس اللي عندك في البيت كلها واللي في البنك وعمل كده. لما كان الرسول مريض مرض الموت عليه الصلاة والسلام، كان مين اللي بيقوم الناس؟ كان هو أبو بكر الصديق. قبل الإسلام كان تاجر أمين وذا مال وفير، يعني أخلاقه كانت ممتازة، عرف عنه الصدق والإحسان والإنفاق على الفقراء والمساكين والتواضع والبساطة ولين القلب. ونادرا ما تلاقي واحد من الأغنياء عنده تواضع وعنده بساطة، إلا من رحم ربي. محبوبا من الناس، مترفعا عن عادات الجاهلية، فلم يشرب الخمر قط. ماشي. كان من أصدقاء الرسول قبل الإسلام، وكان من أهل الرأي والمشورة، كان الرسول بيعتبره هو مستشار ليه. لم يتردد في الدخول للإسلام بعد الإسلام بقى، فهو أول من أسلم من الرجال. قدم نفسه وماله وأسرته. قلنا سيدة عائشة كانت مرات الرسول، سيدة أسماء كانت بتجيب لهم الطعام وكانت مرات الزبير بن العوام، عبد الله كان بيجيب لهم الأخبار. في 5 من المبشرين بالجنة، المبشرين بالجنة 10 أسلموا على إيده: عثمان بن عفان والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. مش كده وبس، ده هو أول خطيب في الإسلام، لدرجة إن الرسول عليه السلام لما جهر بالدعوة، احنا أخدنا إن الرسول قعد 3 سنين في السر، لما الرسول بقى جاله الجهر بالدعوة هو طلع وخطب في الناس قبل أي حد من المسلمين. يوميها ضرب ضرب لحد ما شالوه وودوه البيت وهم مفكرين ان هو مغمى، ان هو ميت، بس الحمد لله كان مغمى عليه، وبعد كده فاق. واول حاجه قالها لما فاق: كيف حال رسول الله؟ تخيل، انفق ماله على فقراء المسلمين عشان يعطي المحتاج وعشان يحرر العبيد، وظل يساند الرسول بنفسه وماله وصاحبه في الهجره، وهو اعتق ناس كتير من العبيد. يعني عندك بلال بن رباح اللي هو مؤذن الرسول، هو اللي اعتقه، وغيره وغيره. شارك في جميع الغزوات، فأحبه الرسول وجعله إماما للمسلمين أثناء مرضه، ومات وهو راض عنه. أبو بكر الصديق بقى خليفة إزاي؟ قال لك الأول خالص لما الرسول مات حصلت صدمة للمسلمين، وخصوصا اللي بيحبوا الرسول قوي زي عمر بن الخطاب، فقال: من قال إن محمدا قد مات ضربت عنقه، اللي يقول إن الرسول مات هطير رقبته. أبو بكر الصديق قال لهم بقى ايه، قعد يثبتهم كده ويصبرهم، وقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقعد يذكرهم بقى بالقرآن والحاجات بقى، فبدأت النفوس تهدأ وتقبل الجميع أمر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول سيدنا أبو بكر الصديق تم اختياره في بيعة خاصة، اللي هي بقى علماء المسلمين والناس الكبار من المبشرين بالجنة والصحابة، ودي اتضمت البيعة الخاصة علماء الأنصار وعلماء المهاجرين، وتمت في جو من الود والحب، واتفقوا على ان اللي يخلف الرسول ويبقى قائد للمسلمين يبقى من المهاجرين اللي هم جايين مع الرسول من مكة. وطبعا سيدنا أبو بكر الصديق قلنا ايه الحاجات اللي أهلته ان هو يكون خليفة لسيدنا محمد. البيعة العامة تمت في المسجد، وعمل فيها خطبة في منتهى الجمال واختصار. تمام. قال لك ايه بقى يا سيدي؟ قال لك
أيها الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا أصابهم بالذل، ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم. شوف الكلام، كلام جميل جدا ورائع، يتضح منه التواضع والصدق وطاعة الله ورسوله والتحذير من ترك الجهاد. أعمال أبو بكر الصديق، قال لك أول حاجة إرسال جيش أسامة بن زيد إلى الشام، بعد كده قتال المرتدين، جمع القرآن، نشر الإسلام خارج شبه الجزيرة، لازم تعرفهم جملة وتفصيلا. إرسال جيش أسامة بن زيد إلى الشام، قال لك الرسول عليه الصلاة والسلام قبل ما يتوفى كان عاوز يبعت جيش بقيادة أسامة ابن زيد ابن حارثة. زيد بن حارثة كان عنده ابن اسمه أسامة، تمام؟ فالرسول كان عامل جيش. خلي بالك أسامة بن زيد ده كان عنده حوالي 18 سنة، وكان طالع في الجيش وأبو بكر ماشي جنبه. أسامة بن زيد زي ما تقول يعني اتحرج، فأنا عايز ينزل. أبو بكر قال له لا، خليك راكب وأنا أعفر رجلي في سبيل الله، بعتبر الخطوات ديت في سبيل الله. استأذن مين؟ استأذن أسامة بن زيد اللي عنده 18 سنة إن هو يقول له سيب لي عمر بن الخطاب. تخيل الجيش كان فيه ناس زي عمر بن الخطاب وناس من كبار الصحابة عشان يبقى إيه مستشار ليه. طبعا أسامة بن زيد يعني راح قعد 40 يوم في الشام ورجع منتصر، وهو قائد الجيش وهو في السن الصغير. بيعلمنا قد ايه الاسلام دور الشباب، وبيعلمنا قد ايه ان المسلم ممكن يبقى قائد من وهو لسه ايه صغير. قتال المرتدين، بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرضت الدولة لخطر كبير، حيث ارتدت بعض القبائل عن الإسلام، وامتنعت بعض القبائل عن دفع الزكاة، وقالوا خلاص الرسول مات، ما عادش فيه إسلام، ما عادش فيه عبادة، وما عادش فيه زكاة. وادعى البعض النبوة مثل مسيلمة الكذاب. ومسيلمة الكذاب ده بقى قاعد يقول لهم إن أنا نزل عليا القرآن، إذا جاءك الدحداح فصلي لربك وارتاح، ما أجمل أكل التفاح، والفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، له خرطوم طويل وله ذيل جميل، والعاجنات عجنة والطابخات طبخة وقعد يخربط خربطة ما في بعده، لدرجة إن المسلمين قالوا له والله إنك تعلم إننا نعلم إنك كذاب. ولحد النهاردة ما يذكرش مسيلمة إلا لما يذكر معاه مسيلمة الكذاب. أبو بكر الصديق اتخذ موقف حازم من جيوش المرتدين، وبعت لهم جيوش بقيادة الصحابة، وأوصاهم وصية في غاية العجب، حاجة يعني أخلاق ملايكة. لا تهاجموا القبيلة التي تقصدونها بالليل. إزاي؟ ده بالليل ديت فرصة نهجم عليهم وهم نايمين كده ومش واخدين بالهم. قال لهم لا، وأن تنذريهم، ده أنت في الأول تنذرهم، تقول لهم ها هترجعوا ولا تخليكوا زي ما أنتوا؟ فإن عادوا إلى ما كانوا عليه من إقرار الزكاة وإقامة الصلاة، لو رجعوا بقوا مسلمين عز الطلب، مش عاوزين أكتر من كده، اقبلوا منهم ذلك. وإن أبوا فلا شيء إلا القتال، وألا تقطعوا شجرة، وألا تقتلوا طفلا أو شيخا كبيرا أو امرأة، وألا تقتلوا أثيرا أو تعاملوهم معاملة، وأن تعاملوهم معاملة حسنة. خلي بالك ده بيكلمهم على الكفار اللي هم ايه ارتدوا عن الإسلام، فما بالك بقى بالمسلمين كان بيعاملهم معاملة ازاي. جمع القرآن، أمر أبو بكر الصديق بجمع القرآن. ليه؟ وده سؤال مهم جدا 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 وبيجي في معظم الامتحانات، بسبب استشهاد الكثير من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدين. طب مين اللي شرع عليه؟ صاحب الفكرة عمر بن الخطاب. طيب مين اللي أمر بتنفيذها؟ أبو بكر الصديق. طب مين اللي نفذها؟ زيد بن ثابت. يبقى أنا عندي صاحب الفكرة وصاحب الأمر والمنفذ، عمر وأبو بكر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم. خلاص. الرسول سيدنا أبو بكر الصديق بعد استقرار الدولة فكر في إنه ينشر الإسلام في العالم كله، فبدأ بخارج الجزيرة العربية، الشام والعراق، ناحية الشمال شرقا والشمال غربا. ناحية العراق بعت واحد بس اللي هو خالد بن الوليد، تمام. ناحية الشام هيبعت 4، أبو عبيدة بن الجراح اللي آخره ح، بعته حمص اللي أولها ح،
يزيد ابن ابي سفيان اللي اخره دال بعته دمشق اللي اولها دال. شرحبيل ابن حسنه اللي فيه نون بعته الاردن اللي فيها نون. عمرو بن العاص بعته القدس. تمام قوش. يبقى انا عندي الاربعه ده همت اللي هو ابو عبيده ويزيد وشرحبيل وعمرو، دول هتروحوا ناحيه الشام، والرئيس بتاعهم مين؟ ابو عبيده بن الجراح. خالد بن الوليد راح لوحده العراق. تمام قوي الكلام ده. نجح خالد بن الوليد في فتح اكثر من نصف العراق في بضعه اشهر، ولم يجبر احد على الدخول في الاسلام. وكانت جيوش الشام الاربعه اللي هم بقى شرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد ومن تاني وابو عبيده بن الجراح، دولت كانوا تحت قياده ابو عبيده بن الجراح. فامر ابو بكر الصديق خالد بن الوليد بالتوجه الى بلاد الشام، وان هو يبقى مكان مين؟ مكان ابو عبيده القائد. يبقى هو من ساعه ما خالد بن الوليد راح الشام وبقى هو القائد. طب قبل ما يروح كان ابو عبيده بن الجراح. الكلام ده هو بيلخبط الطلبه في الامتحانات، وانا عايزك تاخد بالك منه. الدروس الاخرانيه مهمه جدا زي الدروس الاولانيه. في طلبه كتير بتبقى مذاكره كويس قوي وتعبانه طول السنه، وتيجي على الدروس الاخرانيه وتلاقيها ما بتذاكرش باهتمام. خلي بالك، كله مهم زي بعضه. نجح خالد بن الوليد في الانتصار على الروم في معركة أجنادين، وبرضه معركة مين ومين اللي كان فيها؟ ده أسئلة مهمة. يبقى معركة أجنادين كان فيها خالد بن ابن الوليد، لأن أبو بكر الصديق بيتوفى وهو عنده 63 سنة. وبكده بيكون انتهى الدرس بتاع النهارده. اتمنى يا رب تكونوا استفدتم. اي حد عنده سؤال او استفسار او تعليق يسيبهولي على صفحة مستر عماد حمدي خليل على الفيسبوك او على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.